الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا وسعادة، كل حاجة حلوة في الدنيا دي، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي اعمل معاكم اول سحور في بيتنا، لان ده اول يوم اقضيه في رمضان في بيتنا، يعني يعتبر ده اول يوم، هو ده اول يوم ليا في رمضان في البيت عندي في شقتي. تمام، فيلا بينا نعمل السحور بقى كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كل سنة بما وانتم إني طيبين أول يوم ورمضان كريم هحضر علينا أنا وعليكم يا رب السحور العالمين. النهاردة اول حاجة مع بدأت نفسي بقى. اعملها كده بقى في وليه أول السحور ان يوم؟ انا هقول طلعت لكم ليه البطاطس أول اللي يوم. انا مخزناها في تعالوا يلا الفريزر، بينا. وطلعت الفول بتاع المدمس برضو، وكان عندي 4 خيارات مرهقين كده في التلاجة. كنت بقول لكم ان الخيار مرهق وكده علشان خاطر انا كنت بره البيت بقالي 9 ايام قبل رمضان كمان بيومين. يعني انا بتسحر 7 يوم رمضان لأول مرة في الشقة بتاعتنا. كنا معزومين عند العيلة بقى وكده، وكل شوية معزومين هنا، لا معزومين هناك، لا عند ماما حماية وهكذا، وعمالين نلف بينا يا دنيا. لما ان انا معزومة هنا وهنا وهنا، بقيت اشتاق ان انا عايزة اروح اعمل السحور انا في البيت. بما اني كنت قاعدة عند ماما، فانا ما كنتش بحضر لا السحور ولا الفطار، ولا كان لي علاقة بيهم اصلا. بصراحة بتريحني جدا، وبفضل قاعدة اللي هو ما اعملش حاجة، وان قالت تعملي حاجة اقول لها لا انا جاية هنا ارتاح بصراحة كده. طلعت بقى الطاسة المحببة لقلبي، محدش يتريق عليها، بس انا بحس هي بتقلي البطاطس احسن من التيفال واحسن من الجرانيت بصراحة، فانا بحب اقلي جدا فيها. زودت فيها شوية زيت كده، وحطيت الطاسة على العين التانية عشان اعمل فول. انا قررت ان الحاجات كلها هتبقى سهلة النهاردة كده، وسحور عادي خالص ومفيهوش اي فزلكة ولا اي حاجة. كل الحاجات كانت متوفرة، وحقيقي التفريز ده بيخلي كل حاجة بالنسبة للواحد سهلة جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. يعني انا ما حسيتش ان انا بعمل سحور. انا كنت قايمة الساعة، الفيديو ده كنت قايمة الساعة 1:30. كان متهيألي ان الساعة 1:30 ديت لا، ومش هلحق احضر ومش هلحق اصحي حسام ومعرفش لان حسام كان دخل ينام. بس لحقت بسبب البطاطس والحاجات الجاهزة اللي عندي. بوريكم بقى البطاطس اللي انا مفرزاها دي، تحفة تحفة تحفة، احلى من اي فرنش فرايز تجيبوها من بره. لو عايزين الطريقة بتاعتها اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هقولها لكم. بس خطيرة، الولاد بياكلوها، ما بحتاجش احط عليها اصلا اي توابل. حسام بتعجبه جدا، مفيش حد دقها في البيت عندي الا لما قال لي الله وجميله وكده. بما ان ده موسم تفريز البطاطس، فحسام كان جايب لي بطاطس كتير وكده، فخفت تبوظ لان لقيتها بدأت تبوظ، فبقيت ماسكاها عماله اخزن فيها بقى بسرعه وكده. وماما بقى كانت مدمسالي الفول ده، يعني السحور ده كمان برعايه ماما كانت مدمسالي الفول ده، وكنت عاملاه كيس كده في الفريزر، بس كانت عامله اللي كيس كبيره قوي عشان ما كانش عندي مساحه في الفريزر ان انا احط كذا كيس. فقمت رايحه بقى خدت نص الفول بس مش كله، وقمت رايحه سيحت الزبده وحطيت فيها الفول. جبت البيض بتاعي وقمت حط عليه الدقه وقلت اضربه، بس قلت لان طبعا البيض بيبرد بسرعه مش هعمله غير اخر حاجه. جبت ال4 خيارات المرهقين اللي عندي خالص دول، وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده ترانشات بالطول، لان احنا بنحب الخيار كله خيار كتير على السحور بيمنع العطش، وخصوصا ان احنا بنحب ناكل مخلل كتير اللي ماما عملهولي برضو. عايزه اقول لكم ان السحور ده برعايه ماما، وحقيقي الاكل في اللمه بيبقى حاجه تانية. كنت متشائه كنت مشتاقه ان انا اتسحر في البيت وكده، بس السحور في اللمه حاجه تانية خالص، والفطار في اللمه حاجه تانية. وبما ان ده اول سحور في شقتي، فانا برضو مش هفطر في شقتي، انا معزومه عند حماتي. فقررت ان انا بقى اظبط لهم شويه سحور حلوين كده. طبعا رنيم هي اللي بتصوم، وحور بتصوم لحد العصر بس، او بعد العصر بشويه، اوقات بفطرها على الساعه مثلا 4 أو 5. تمام. جبت بقى برطمان المخلل الكبير اللي انا واخداه من عند ماما، كنت قايلها تعمل لي زيتون، بس لقيتها عامله لي الكبير قوي دوت، زيتون على شطه على ليمون. كنت بشاور لكم ورايا كده ان هي عامله لي كمان ليمون معصفر ولارنج. كانت عامله لي مخلل لارنج وليمون معصفر مع ده كمان. وحسام بيحب الزيتون بتاعها قوي، فقعد يقول لي هاتي الزيتون وانت جاي.
مع انه هو اللي بيعطشنا بس احنا بنحبه برضه. هنا بقى كنت بقول لكم ان انا بطلعه شكله جميل وريحته تحفه، لان كنت اول مره افتح عليه اصلا اما خدته وروحت. البرطمان كان معصلج معايا وما كانش راضي يتفتح خالص. هنا بقى وريتكم البطاطس بعد ما طلعتها، حقيقي مقرمشه جدا جدا وطريه من جوه، وفيها لحم بطاطس، فيها لحم بطاطس من جوه كده، جميله جدا. هبقى ان شاء الله احاول اعمل لكم الطريقه ديت في فيديو وانزلها لكم. متنسوش تعملوا لايك بقى للفيديو ده، كومنت حلو من كومنتاتكم، ساعدوني اوصل 1000 مشترك خلال شهر رمضان. تقدروا تعملوها وانا واثقه فيكم. طلعت بقى البطاطس بتاعتي كده وقمت حاطه بقيه البطاطس. بوريها لكم ان انا ما بستناش البطاطس تفك، بحطها على طول وهي متلجه في قلب الزيت، والزيت بيكون سخن، مش بقلبها غير في الاخر خالص كده، بديلها تقليبه بسيطه لان هي ما شاء الله بتتحمر اصلا من نفسها. جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها حته زبده. السحور برضو برعايه الزبده دي، زبده انا ببقى اقطعها مكعبات كده واحطها في قلب اي علبه عندي وخلاص. وسيحت الزبده وجبت البيض ونزلت بيه بقى في الطاسه كده، وهو ده كان السحور البسيط بتاعي. طلعت بقى شويه حاجات تانية بس مرضتش اكتر برضو، لان عارفه ان احنا مش هنتقل في السحور لان كلنا بطننا كانت وجعانه. هنا بقى كنت بوريكم السحور، مخلل خيار وبطاطس فول وزبادي وشويه مش عاملينهم في البيت برضو، وبيض وطماطم وبس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك والشير وكومنت حلو من كومنتاتكم، واشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتفعلوا زر الجرس. وهنا كنت باكل انا والولاد، وحسام كنت مصحيه كان باين عليه النوم قوي، وقعدنا بقى نتسحر علشان نصوم بكره. كل سنه وانتم طيبين، دمتم في رعايه الله.